السن باين. كابتن احمد الاحمر، باك رايت الزمالك وافريقيا. احنا نعرف عنك انك لاعب متالق، يا ريت تعرفنا وتقول لنا على سبب تالقك. لا مش تألق ولا حاجه، انا هقول لك على حاجه. الحمد لله يعني هو مشرف مصر يا كابتن، دي حاجه حقيقه يعني. الله يخليك. هو الحمد لله كان في يعني انا كان حظي حلو الحمد لله من وانا صغير. كان طبعا والدي كان مدرب في نادي الزمالك وكده والدك كان مدرب؟ فدوت ساعدني من وانا صغير. يعني انا وانا صغير كنت اصلا كان اتجاه والدي ان انا العب كرة قدم، بس انا اللي صممت ان انا العب كرة يد وكنت بحب كرة اليد جدا طبعا، لان هو كان نجم كبير وكان لعيب برضو، احسن لعيب في افريقيا. والدي خد احسن لعيب في افريقيا 3 مرات. فبصراحة يعني فاهم كمثل اعلى وكأب وكده. والحاجات دي كلها بتخليك نفسك تكون زي والدك. فالموضوع ده اتأثر بشكل كبير عليا في مستوايا في حياتي كلها، في اي حاجة يعني في الفترة اللي فاتت. والدي هو كان سبب كبير يعني. طبعا يا كابتن انت اديتني معلومه دلوقتي خلتني الغي السؤال اللي كنت اساله لك، طبعا اللي كان الناس كلها متشوقه انها تعرفه، اسم الاحمد الاحمر. يعني يا ريت نعرف ايه سبب الاسم، هل هو اسم في العيله، او اسم في موجود يعني مرتبط بيك، ولا اسم يعني؟ لا انا هقول لك على حاجه. هو اسم اصلا، هو اسم العيله، اسم احمد مصطفى نصر جلال الله الاحمر. يعني اسم العيله؟ ده اسم العيله. أيوة. وطبعا والدي من يعني اللي انت يعني مش عارف ازاي ان حضرتك مش عارف حاجه زي كده، بس والدي كان أيوة. كان نجم كبير، وكان شايل نادي الزمالك فتره كبيره، وكان حاجه يعني اقوى مني بكتير يعني. ده مش بره مصر، انا بقول على ايوه جوه انا هفهمك بس ايه هو ان انا اسافر بره مصر دي فيها مشكله كبيره، لان نادي الزمالك الاتحاد المصري بيطلبوا فلوس، وهيطلبوا فلوس كتير. فجوه مصر الموضوع صعب، لان انا كمان زي يعني حتى لو الموضوع اتسهل وحصل مثلا تغيير في اللوائح او حاجه، انا من غير اي حاجه انا مش اكيد طبيعي. انا بقول لك انا والدي كان لعيب في نادي الزمالك، وانا اتربيت في نادي الزمالك من وانا صغير، فطبيعي ان انا عمري هفكر في حاجه زي كده. واكيد طول ما انا موجود في مصر هلعب في نادي الزمالك. وانت شرف لمصر ولنادي الزمالك ان شاء الله. حتى بالنسبه يعني الكلام ده طبعا بعيد كمان عن كره اليد، انا بتمنى طبعا. انا زملكاوي جدا، انا عايز اقول لك ان انا يمكن الفتره اللي فاتت انا كنت زعلان وبتاع على فريق كره القدم وكده، لكن ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون اتمنى ان الاوضاع تتحسن ونتمنى ان نادي الزمالك يرجع زي ما كان، وعشان الناس بس اللي تحب نادي الزمالك.